مساء الفل يا حلوين. تعالوا النهارده نعمل مسقعه بس بطريقه مختلفه شويه، بس ايه حاجه عظمه لازم تجربوها يا جماعه بالطريقه دي. بجد اللي ما جربهاش بالطريقه دي فايته كتير. اول حاجه هنيجي في طاسه على النار وهننزل بمعلقه او معلقتين زيت كده، وبصلايه متقطعه شرايح ومعلقه توم صغيره. هنقلبهم لحد ما البصلايه تدبل معانا شويه ويبقى لونها ذهبي فاتح. وبعد كده هننزل بالبهارات بتاعنا، كمون وبهارات سبعة وفلفل اسود، وهنقلبهم بقى لحد ما ريحتهم تطلع كده ويحمصوا معانا. وبعد كده هننزل باللحمه بتاعنا. اللحمه يا جماعه اي كميه اي كميه مفيش اي مشكله، المهم ناخد النكهه بتاعها. هنقلبها بقى لحد ما لونها يتغير خالص وتتعصج معانا بالشكل ده. وبعد كده هننزل بالملح بتاعنا حسب الذوق، ورشه سكر برضو زي الفل. بعد كده هننزل معانا عصير طماطم، زي 4 طماطمات كده ولا حاجه، او كوبايه بيور يعني، ما نزودلهاش ميه بالشكل ده. وهنسيبها بقى على النار كده لحد ما تبقلل معانا كده، بمعنى اصح لحد ما تتسبك بالشكل ده زي الفل. بعد ما تتسبك معانا هننزل بكوبايه ميه سخنه. تمام كده، هنركنها بقى على جنب دلوقتي. وبعد كده هنكون طبعا محمرين البتنجان والفلفل والبطاطس بتوعنا. طبعا احنا ممكن نعمل حاجة حلوة قوي هتوفر معانا زيت وهتخف الدهون وهتبقى احلى كمان. ممكن ندهن صاج كده زيت، وبعدين نحط البتنجان وندهنه زيت من فوق برضو كده، ونحطه في الفرن شوية لحد ما ياخد لون. وكده وفرنا شوية من الزيت، وفي نفس الوقت ايه ما يعني البتنجان بيشرب زيت كتير، فمش هيبقى شارب زيت كتير، هيبقى خفيف على المعدة وكويس. جربوه بالطريقة دي هتبقى كويسة جدا. وملحوظة كمان، واحنا بنحمر البتنجان والفلفل والبطاطس في الطاسة او في الفرن، المهم نرش عليهم شوية ملح كده عشان يبقوا طعمهم حلو، ما يبقوش عادبين كده في الخليط، بيدوا طعم حلو. تمام كده تمام. تعالوا بقى على التركية المهمة دي. هنجيب معلقة زبدة كبيرة، او لو مفيش زبدة ممكن سمنة، لو مفيش سمنة حتى ممكن زيت، مفيش اي مشكلة. وبعد كده هنجيب معلقة طحين كبيرة، وهننزل بكوباية حليب. الحليب هنا يا جماعة بقى ممكن حليب فريش، ممكن حليب بودر، 3 معالق بودر على كوباية مية، مفيش اي مشكلة. الخليط اقتصادي جدا وسهل جدا. وطبعا هنبهره برشة ملح ورشة فلفل اسود. طبعا عايزين تعلوا التست شوية، لو في واحدة مرقة دجاج موجودة مفيش مشكلة، مفيش عادي. في شوية كريمة في الجال كريمة اوكي، مفيش مشكلة. ممكن نستبدل الكريمة دي في الجال الكريمة دي بواحدة ماجي. مفيش ولا كريمة ولا ماجي، مفيش اي مشكلة، اللبن يكفي. لو عندك جبنة كريمي انزلي بمعلقة كبيرة، مفيش اي مشكلة، هتديها طعم جميل جدا وهتبقى تحفة برضه. مع ابو زياد مفيش اي مشكلة. وبعد كده هنيجي بالبشاميل بتاعنا الجميل دوت، شايفين القوام بتاعه، وهنقوم نازلين بيه في البايركس زي ما انتوا شايفين كده. ايه رأيكم؟ بجد عظمة يا جماعة، لازم تجربوا الوصفة دي. بعد كده هنقوم واخدين الخلطة الجميلة دي، البايركس الجميل ده، ونقوم حاطينه في الفرن على الرف الوسطاني لمدة نص ساعة. بجد لازم تجربوها، لو ما جربتهاش فايتكم كتير يا جماعة. بجد خطيرة جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا، مع شوية رز ابيض بقى ويا سلام. بالهنا والشفا عليكم مقدما. ويا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا باللايك والشير عشان نستمر ويوصلكوا كل جديد. سلام عليكم.